السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هوريكم طقم الميلامين الجرانيت بكل اشكاله وانواعه واحجامه، وهوريكم كل حاجة فيه، فخليكم معايا. تعالوا نصلوا على النبي كده وهوريكم الطقم. ده اول حاجة فيه اهو، بتبقى فيه 6 بولات زي ما انتم شايفين كده. هوريكم الوانه في الاخر برضو، بيبقوا 3 شكل و3 شكل. اول حاجة البولات بتاعة الشوربة، وفي بتاعة السلطة. زي ما قلت لكم 6 و6. هتقولي لي هو كام قطعة؟ هو بيجي 38 قطعة. اول حاجة زي ما وريت لكم 6 بولات للشوربة و6 بولات للسلطة، واطقم الجاتو 6. ودي حلة بالغطا بتاعها برضو، هي حلة واحدة بس اهي زي ما انتم شايفين كده. وهوريكم كله على بعضه برضو في الاخر. وده زي سيرفيس كده او طبق مسطح كده زي ما انتم شايفين كبير اهو. وفي 6 بقى للغرف اللي هو الخضار، وفي برضو 6 بقى للرز او المكرونة او اي الحاجات دي. وفي بقى ده سيرفيس 3، واحد كبير واحد وسط وواحد صغير، ومعاهم برضو المعلقة. لو حسبتهم هتلاقوهم 38 قطعة. وعلى فكرة هو ضد الكسر، يعني ما بيتكسرش بسهولة اهو زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الراجل عمال يدبه زي ما احنا شايفين اهو، فما بيتكسرش. وكمان من اهم مميزاته ان هو بيدخل الميكروويف ما بيتفاعلش مع الاكل. انا هعمل لكم حلقة كاملة عن اللتق بالميلامين، وازاي تعرفوا الميلامين الاصلي والميلامين اللي مش اصلي. لان الميلامين اللي مش اصلي غلط وخطر على الصحة. في مادة وهقول لكم اسم المادة برضو بتتفاعل مع الاكل. بتتفاعل مع الأكل، معلش بقى عشان عندي برد. بتتفاعل مع الأكل وبتسبب أمراض وضرر، ويعني ضرر بالصحة. هعمل لكم حلقة كاملة بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا النهارده بس بوريكم الطقم الأمور الحلو ده، وهوريكم أشكاله وألوانه زي ما انا قلت لكم. في منه المدور وفي منه اللي انتوا شايفينه ده. والحلة بتاعته حلوة وشكلها جميل قوي. ده زي ما قلت لكم ضد الكسر، وكمان بيدخل الميكروويف وبيتحمل درجة الحرارة، ونوعه اصلي يعني حلو. مش هقول لكم نوع دلوقتي لان انا زي ما قلت لكم هعمل لكم حلقه كامله ازاي تعرفوا الميلامين الاصلي والميلامين مش الاصلي. وهقول لكم على اسامي البراندات، يعني الماركات اللي هي البراندات العاليه. وهقول لكم برضو على الاسامي اللي هي الحاجات الشعبيه اللي ما ينفعش اصلا تشتروها خالص، حتى لو رخيصه ما ينفعش ان انتوا تشتروها. دي الوانه اهي. زي ما انتم شايفين الوانه حلوه واموره وجميله. وعايزه اقول لكم على حاجه، في ناس كتير بتستغنى عن الطقم الميلامين، تقولك لا ده مش شيك، ده مش حلو. لا والله بجد في اللتق بالميلامين لا غنى عنه في المطبخ. وخصوصا اي عروسه مقبله على الزواج ما بتحبش تجيب الميلامين. الميلامين فيه منه زي ما قلت لكم اشكال والوان كتيره وجميله. وكمان بعد كده لما يبقى عندك اطفال، او مثلا عندك ضيوف مثلا عنده فيهم اطفال، هتحبي تقدمي لهم في اللتق طقم الميلامين ده. ما بيتكسرش غير الصيني بقى عشان تحافظي على اللطقم الغالية بتاعتك. فياريت تجيبي الطقم ده يبقى موجود عندك في المطبخ، وشكله حلو وامور. حتى لو كلتي فيه هاتي الماتيريال بتاعته زي ما هقولك ان شاء الله. الماتيريال بتاعته تكون حلوة، ما بيتفاعلش مع الاكل، ويكون صحي. لا غنى عنه في المطبخ الطقم الميلامين. ياريت كل عروسة تجيبه. في منه اشكال طالعة كتير، في التركي وفي الماليزي. هعمل لكم حلقة كاملة بقى عن الميلامين التركي، وازاي تعرفي الاصلي وازاي تعرفي المضروب. وكمان هعمل لكم على الميلامين الماليزي برضو ازاي تعرفي الاصلي والمضروب. وفي ميلامين اسمه ميلامين الشريف، ده مصري برضو، ازاي تعرفي المضروب من الاصلي. تابعوني وان شاء الله هعمل لكم جولات كتير، وهقدم لكم حاجات جامده للمطبخ واي عروسه بتجهز. واهم حاجه الناس اللي بتتفرج عليا اعملوا لي اشتراك ولايك عشان نوصل ل1000 مع بعض.